السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم ولا غادي نحضروا جميع الكعك بالحليب للفطور ولا الكوتي، خصوصا وليداتنا المدرسة كيجيو شهوة منهم، كيجيو من السمين والمذاق كيكون رائع وكيجيو خفاف وناجحين 100%. وقبل ما نبداو اخواتي في المقادير والطريقه ديال التحضير، نبغي نفكركم الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساونيش تخليو لي واحد اللايك وتبارطاجيو الفيديو. نبداو على بركه الله. في واحد الاناء كندير كاس ديال الحليب اللي كيكون دافئ، كنضيف له معلقه كبيره نتاع الخميره الخبز او الخميره الفوريه، وكنضيف هنا عندي كاس الا ربع ديال السكر حبيبات، معلقه صغيره ديال الملح، وكنضيف معلقه كبيره ديال النافع اللي سبق لي حيرته من قبل وطحنته وغربلته، وجنجلان كنضيف 2 معالق كبار اللي حتى هما سبق لي حيرتهم، نصف كاس ديال الزيت النباتيه. وباش نسمو هاد الكعك ويجينا واحد المذاق اللي زوين كنضيفوا له ماء الزهر، زدت هنا تقريبا معلقه كبيره نتاع ماء الزهر. عندي بيضه، كنعزل الصفار على البياض، كنستعمل غير البياض والصفار كنخليه باش ندهن به الكعك ديالي. كنخلط مليح هاد المكونات حتى نحس باللي السكر وديك الخميره دابوا معايا. في هذه المرحله كنضيف الدقيق الابيض اللي بطبيعه الحال سبق لي غربلته من قبل، كندير 3 ديال الكيسان في البدايه وكنخلط بالضرب اليدوي. وهنا من بعد ما تقال معايا الخليط كنحيد الضرب اليدوي وكنستعمل اليد. كنضيف الدقيق تدريجيا، انا كما تشوفوا زدت كاس ديال الدقيق، كنخلط مزيان هذا الكاس ونبقى نضيف الدقيق تدريجيا. الكميه اللي احتاجت الخليط هي 5 ديال الكيسان، ولكن كنزيدهم تدريجيا كما كتلاحظوا، لحقاش ضروري ان الخليط يبقى لنا مطلوق ومرخوف كيتلصق في اليدين باش يجينا الكعك ديالنا يجينا رطب ويجينا مهوي وخفيف. صافي كنستمر على هذه الكيفيه ونبقى نخدم العجين ديالي كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه، وكما كتلاحظوا باقي كيتلصق في اليدين. في الاخير كنضيف له معلقه كبيره ديال الزبده اللي تكون بحراره المطبخ، وكنحاول يعني ندخلها للعجين ديالي بهذه الطريقه هذه. صافي ومن بعد ما نحس بلي ديك الزبده انسجمت مع الخليط، صافي كنخلي الخليط ديالي نخليه كيخمر وكيتضاعف الحجم ديالو عاد باش نبدا نخدمه. بعد ما خمر العجين على هذا الشكل هذا، انا خدالي شويه ديال الوقت لحقاش الجو شويه بارد. كنقسم العجين ديالي كنقسمه على 2 ديال الحصص، واحد الحصه كنديرها في بلاستيكه ولا في واحد الميكا وكنخليها جانبا، وواحد الحصه غادي نخدمها. العجين ديالي درته في فوق واحد الميكا، نخدمه فوق الميكا من الافضل باش ما يتلصقليش على سطح العمل. كما قلت لكم العجين كيكون شويه كيتلصق. صافي كنسرحو بالدلاك على هذا الشكل هذا، والسمك ضروري يكون شويه غليظ، ما نرققوش بزاف. هذا هو السمك ديال العجين كما مبين في الفيديو. صافي كنستعن بواحد القطاعه، واحد البوشون صغير ولا قطعه صغيره، المهم باش نديروا واحد الثقب في الوسط.
كنقطع العجين ديالي كامل على هذا الشكل هذا، ومن نحط القطع العجين ما نحركهاش ولا ما ندورهاش باش ما يصغرليش الحجم ديال الكعك. صافي كنستمر على هذه الكيفيه حتى نكمل العجين ديالي كامل اللي عندي. وكما كتلاحظوا هذا هو السمك ديال الكعك، ما كنديروش رقيق بزاف. صافي كندير واحد اللاطه اللي كتدخل الفرن، كنفرشوا لها بابي كويسون من التحت، من الافضل نديروا بابي كويسون. صافي وكندير الحبات ديالي كنستفهم في الصينيات اللي كتدخل الفرن. صافي كنستمر على هذا الشكل هذا، وداك العجين اللي كيتبقى لي في الاخير كنجمعو نديرو في بلاستيكه ونخليه حتى يرتاح شويه عاد كنخدمو. بعد ما كملت الكميه كامله ديال العجين، صافي كنديرو في واحد المكان دافئ وكنغطي عليه مليح ونخليه باش يخمر لي مزيان، وضروري يخمر مليح ويضاعف الحجم ديالو. باش ندهن الكعك احتاجيت صفر بيضه مع شويه ديال الحليب وشي قطيرات ديال الخل. كنخلط مزيان هذا الخليط هذا. صافي من بعد ما خمر لي الكعك على هذا الشكل كما كتشوفوا، كنحاول ندهنه كامل غير بالعقل، يعني ما نضغطش عليه، غير بشويه كندهن الكعك ديالي كامل. وكنرش الكعك بشويه ديال الجنجلان. وفي هذه الاثناء انا شعلت على الفران 180 درجه باش يسخن لي الفران، ضروري الفران يكون سخون. كندخل الصينيه كنشعل ليها من التحت ولا من الاسفل، كنخلي حتى يطلع لي الكعك ديالي، عاد باش كنشعل عليها من الفوق باش يحمر وياخذ داك اللون الذهبي. وهذا هو الكعك من بعد ما خرجته من الفرن. ما نقول لكمش على الريحه اللي عطات في الدار، كيجيو شهوه منهم. انا متاكده راه الا جربتوهم غادي تعاودوا ديروهم. كيجي واحد الكعك اللي رائع، يعني كعك يستحق تجربه. وكما شفتوا بمقادير اللي بسيطه واقتصاديه متوفره على حال في كل بيت، وطريقه التحضير ديالو كتكون بسيطه وكتكون سهله كما شفتوا معايا. ونتمنى اخواتي تكون الوصفه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم. كنقول لكم السلام عليكم، فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.